الدماء التي قدمها أبناء القوات المسلحة وباقي صنوف التشكيلات العسكرية في مواجهة الإرهاب تتأرجم وبشكل واضح انتماء أبناء المكونات كافة للعراق، حيث رفض أبناء المكون التركماني أي مساومة خارجية على انتمائهم للعراق. 90 شهيدا وعشرات الجرحى قدمهم المكون التركماني أثناء عمليات تحرير محافظة الأنبار من إرهابي داعش. شهداء سقطوا أثناء مشاركتهم مع صنوف القوى الأمنية المنتسبين لها في الجيش أو الشرطة أو جهاز مكافحة الإرهاب، حيث أكد سياسيون من المكون التركماني أنهم لا يحتاجون إلى قوة بمسمى قومي للعمل على تحرير مناطقهم، وإنما أبنائهم يتواجدون بقوة في مختلف صنوف القوات الأمنية من ضباط ومراتب، وإنهم منصهرون في هذه القوات كعراقيين وكباقي أطياف المجتمع العراقي، وهذا الحال ينطبق أيضا على مشاركتهم في الحشد الشعبي. التركمان موجودين في مختلف هذه القوات. نحن فرحين وسعيدين جدا. نحن كالتركمان متوزعون في كل أصناف القوات العراقية، ولا يعني لنا عنوانا آخر من التركمان أن يدخل إلى تل عفر. تصريحات أيدها نواب من التحالف الكردستاني، ونوهوا أيضا إلى وجود أبناء المكون التركماني في المحاورة التي تبنت قوات البيشمركة تحريرها، وهم يقاتلون تحت راية العراق لبلوغ هدف تحرير البلاد من الإرهاب بعيدا عن المسميات الضيقة. حقيقة اليوم تركمان موجودين في الجيش العراقي، في الكثير من الألوية الجيش العراقي، في جهاز مكافحة الإرهاب، حتى قسم منهم موجودون يقاتلون مع قوات البيشمركة، قسم موجود مع جهاز الحشد، مع هيئة الحشد الشعبي. لذلك اليوم كل قوات الجيش العراقي وبيشمركة وكل مكونات العراق تحارب عصابات داعش. كما رفض التركمان أن يكونوا ورقة ضغط سياسية بيد أي قوة خارجية، مؤكدين أنهم يسعون مثل جميع العراقيين إلى دعم حكومة قوية ودولة ديمقراطية يتساوى فيها جميع أبناء الشعب. التركمان يهمهم قوة الدولة وقوة الحكومة، لأن يجدون في ذلك ضمانة لوجودهم ولحقوقهم، وبالتالي هم لا يميزون في التصرف والتعامل بين في هذا الصدد. التركمان لا يشكلون ورقة سياسية من حيث العدد على الأقل، ولا يمكن أن يكونوا ورقة سياسية. التركمان يهمهم قوة الحكومة والدولة، ويجدون في ذلك السند والقوة لهم، وبالتالي هم يخلصون للدولة، وكانت قيادات عسكرية منهم. واليوم هو على نفس النمط، الاستقرار السياسي والأمني في البلد من مصلحة التركمان. تصريحات أردوغان الأخيرة شكلت تجاوزا كبيرا على هذا المكون العراقي الأصيل، عندما حاول أن يوجد شرخا طائفيا بينهم، وهو يعلم جيدا أن داعش الإرهابي عندما اغتصب الموصل وقتل وهجر التركمان لم يذهب قبلها إلى دوائر أحوالهم المدنية. أمجد طليع، العراقية نيوز.